تم استعراض مع السيد المحافظ محاور خطة ال 100 يوم الخمسة، واهتمينا بصفة خاصة بموضوع النظافة، بالإضافة إلى الأمن وسيولة المرور ورغيف الخبز والوقود. تم مناقشة أيضا موضوع مخلفات البناء المشتهرة بالإسكندرية ومدى خطورتها على حياة المواطنين. كذلك تم استعراض مجموعة من التجارب اللي احنا نقدر بيها نقول هنشارك المجتمع الاهلي والجمعيات الاهليه والاحزاب في تفعيل دور المجتمع في خدمه نفسه، بحيث ان هو يرفع جزء من العبء عن كاهله. اهم الملاحظات اللي حضرتك وجهتها لسياده المحافظ في مشروع وطن نظيف اللي بدأته حمله 100 يوم للطرق على مصر؟ والله احنا لغايه الان بنناقش في ان لا زال الاداء مش بالشكل الجيد، الاماكن اللي موضوع فيها الزباله مش بشكل جيد، الرفع مش بالشكل المستمر، تراكمات الزباله والمخلفات المباني موجوده في اماكن كثيره من الاسكندريه. مجرد ما تدخل في اي شارع من الشوارع بتستشعر ان الاثر لا زال مش بالشكل اللي احنا محتاجينه. بلا شك ان كان في مجهود وفي معاونه من مجموعه من الجمعيات والاحزاب في هذا الباب والقوى المدنيه، الا انها لا زال الوضع مش فاعل. محتاجين ان احنا نبذل فيه جهد اكبر، لان ده عنوان حضاره مصر، وينبغي ان مصر فعلا نصل بها الى وطن نظيف رائد كتجربه رائده ان شاء الله.